السلام عليكم، ايه الاخبار؟ رب تكونوا بخير. معانا النهارده مع فيديو انا تعبت فيه في السابق او زمان قوي، ايام ما كنت ما ببني سي في بايدي. زمان عشان تبني سي في كنت مضطر ان انت تعمل حاجه لطيفه كده، الا وهي ان انت تخش على وورد، واول حاجه تعملها ان انت تاخد الحاجات اللي انت عملتها كلها وتفضل تقسمها وتعمل تاب مثلا عشان تظبط. ولو واحد مثلا عنده ويندوز قديم شويه او عنده مش عارف ايه، مش هتظبط معاه وهتلاقي السي في بتاعك مخرف وبتاع. فكان بيبقى فيه مشاكل كتير، وكان فيه ربنا يمسيه بالخير واحد اعرفه كان معاه تمبلت كنت بفضل اعدل فيه. يعني انا افتكر ان انا قعدت اول سي في عملته في حياتي كنت قعدت فيه حوالي 7 او 8 ساعات عشان اطلع سي في بس. تمام. وطبعا غير قابل للتعديل، انت عدلت حاجة هات يا باشا شكرا نزل، انت ما مش هتعدل حاجة تاني. طب انا لو خدت شهادة بعدها باسبوعين، لا شوف حد بقى ياخد منك السي في ده او التمبلت ده يعدل لك فيه تاني بقى ويعمل اي حاجة. فالموضوع مش كان صعب، كان شبه مستحيل. بس دلوقتي احنا في زمن الاي اي، في عصر التطور، مفيش اي حاجة هتحتاجها في الحياة الا لما تلاقي لها مكان او هتلاقي لها موقع او ابليكيشن او اي حاجة بتبني لك الحاجة دي او بتعمل لك الحاجة دي. ففيديو النهاردة هنتكلم ازاي تبني سي في ونحط ايه في السي في. وهنتكلم بقى عن 3 فئات اللي هم الخريجين والناس الطلبة والشغالين اوريدي او الباحثين عن العمل. في ناس كتير قوي هنتكلم عنهم، وهنتكلم عن تفاصيل التفاصيل في السي في. والفيديو ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر ان هو ما يكونش طويل، لان السي في ده موضوع يطول شرحه، وانا شخصيا خدت فيه حوالي 3 كورسات من يوديمي عشان اقدر ان انا ابني سي في احترافي. في بوينت محتاجين ان احنا نتكلم فيها قبل ما نخش في الشرح العملي بتاعنا، الا وهي او 2 بوينتس عامه. اول بوينت وهو نظام الاي تي اس. ايه نظام الاي تي اس ده مروان؟ هو نظام مش بيبقى فيه صوره، مش بيبقى فيه اي حاجه، هو بيبقى السي في بتاعك مجرد حاجه كده او قالب لازم بيعدي على الاي تي اس. طيب ايه الاي تي اس ده؟ انا كاتش ار لما انزل وظيفه على لينكد ان واقول يا جماعه انا محتاج الناس تشتغل معايا، انا هلاقي في ملايين مقدمين لي السي في بتاعهم. اكيد انا مش هقعد واحد واحد كده اقرا السي في بتاعه، لا انا بعديه على نظام اسمه نظام الاي تي اس. ايه نظام الاي تي اس ده مروان؟ نظام الاي تي اس ده بيخليك تفلتر حوالي 80% من السيفيهات اللي متقدمه لك. طيب وال20% اللي بيوصلوا للاتش ار بيبدأ ان هو يعمل معاهم الانترفيو. مثلا 20% دول كانوا 20 واحد بيختار منهم الناس المناسبين اكتر للوظيفة. فمهمة السي في او خطاب التوصية او الكلام ده كله ان هو يوصلك للانترفيو. يعني ده كل وظيفته، سواء اتقبلت في الشغل او لا، ده مش وظيفته، ده وظيفة الانترفيو. اما وظيفه السي في ان هو يوصلك بقى الانترفيو. فانت لو مش عارف توصل لانترفيو واحد على الاقل سواء بالعربي او بالانجليش في اي وظيفه في الحياه، فانت مشكلتك في السي في. من غير كلام كتير، انا عارف ان انا طولت عليكم في المقدمه، بس كنت بقول البوينتس الاساسيه اللي احنا محتاجين نتكلم فيها. البوينت التانية اللي محتاجين نتكلم فيها وهي البرومبت انجينيرنج، وان انت ازاي تكلم الاي اي عشان يطلع لك افضل نتيجه. بس احنا النهارده هنكلمه بيزك قوي، هنكلمه بالعربي عشان يطلع لنا نتيجه كويسه. الموقع اللي احنا هنبني عليه النهارده اسمه فلو سي في. لو احنا جينا هنا وكتبنا في جوجل فلو سي في هيطلع لنا النتيجه دي. ومطلوب مننا ان احنا نعمل لوجن، فدقيقه واحده هنعمل لوجن ونيجي. انت اول ما بتعمل اكونت يا معلم بيظهر لك التمبلز دي. طيب اول حاجه احنا اتفقنا ان الاي تي اس ما بيبقاش فيه صوره زي دول، فدول مستبعدين. الاي تي اس بيبقى حاجه زي كده، تمام، حاجه زي كده. طبعا ده لا وده لا، يعني دول مقاربين للاي تي اس بس مش اي تي اس. ليه؟ عشان مضاف اليهم صوره. مثلا عندك حاجه زي كده متلونه، بس الالوان لا ينصح بيها، خلي السي في بتاعك ابيض واسود بس. تمام. فاللون الازرق ده بيقلل فرصك جدا في ان انت توصل. تمام. عندك الحاجات دي كلها، فافضل حاجه اللي هو الابيض واسود النظام ده. هتختار اي تمبلت عجبك، والله انا التمبلت ده عجبني جدا مفيش اي مشكله، هتخش عليه هتضغط عليه ويوز ذس تمبلت. جميل جدا الكلام ده. دلوقتي مديك اختيارين، هل انت عندك ريسم او عامه؟ نسيت اقول لك حاجه، ان السي في مش اسمه سي في، اسمه ريسم. تمام، عشان تبقى فاهم حاجه زي كده، المصطلح هيبقى جديد عليك. امبورت ريسم، هل انت عندك ريسم قديمه محتاج ان انت تعدل فيها؟ انا مش عندي، فهو بيقول لك ستارت فروم بلانك، يعني من سكراتش خالص من البدايه. فانا اقول له ستارت فروم بلانك معذره. وبيقول لك دخل اسمك. دلوقتي البيانات الاساسيه بتاعتك، انا مثلا انا اسمي مروان الخولي. تمام.
طيب دلوقتي انا مثلا عايز اضيف اي حاجه، اعدل اي حاجه. من المميزات ان انت تقدر تعدل في اي وقت عامه، تمام. تقدر ان انت تحط البوزيشن بتاعك، مثلا كونتنت كريتور، الايميل بتاعك هنا، الفون، المدينه، الكلام اللطيف ده كله. طيب نيجي بقى لاهم حاجه تقريبا واللي كل الناس محتاجين ان هي تعرف عنها معلومات، الا وهي لينكد ان. بيضاف ولا لا؟ الويب سايت بيضاف ولا لا؟ الجنسيه بتاعتك، التاريخ. طبعا شو مور ده هيوريك حاجات تانية كتير، وشو مور ده هيوريك حاجات اكتر لما تبحث وكده يعني. طيب جميل جدا الكلام ده. انا مثلا عندي يوتيوب، تيك توك، تليجرام، كل الكلام ده اقدر اضيفه كلينكات. طيب ده بالنسبة للانفورميشن او الحاجات الاساسية جدا عنك. انا مش عارف هو يخلينا، طب تمام، هو سمح لي بده، مفيش اي مشكلة. طبعا عشان مثلا نضيف اي حاجة بس عشان تكون في العنوان كده، فانا هضيف الدولة بتاعتي، انا من مصر، تمام. في ايكونز جنبها ممكن ان انت تعدل اي حاجة من الحاجات دي. لو انت رجعت تحت كده هتلاقي فيه هنا شو كاستمايزيشن، تمام. فانت هتعمل، ممكن بقى هتلاقي حاجات كتير. بدل الايكون ده انا محتاج نقطة عادي، عايز البار ده اللي هو لو في حاجة وحاجة فبيفصل بينهم، بس انا عايز ايكون، مفيش اي مشكلة، تمام تمام. طيب الايكون دي تكون كده مثلا، تكون كده، تكون كده. انت فاهم يعني؟ انا من وجهة نظري دي بتبقى لطيفة جدا يعني، من وجهة نظري الشخصية يعني. هل السايز بتاع النيم مثلا يكون اكس سمول يعني حاجة صغيرة جدا، ولا سمول ميديوم لارج اكس لارج؟ اكس لارج بتبقى احسن حاجه، او لارج يعني بتبقى حاجه كويسه ومقروءه، مش اللي هي صغيره قوي يعني. بالنسبه مثلا عندك الكرييتيف او الكرياتيفيتي في الموقع، ان انت مثلا بيديك خطوط، ممكن تجرب اي خط من الخطوط دي يا باشا، عيش، ده السي في بتاعك انت، تمام. فطبعا الخط الفورمال يعني ده الخط المعترف بيه تقريبا في كل حاجة، فخليك في الفورمال أحسن، تمام. أي حاجة من الحاجات دي، لو أنت مثلا ضايف فوتو أو حاجة فأنت ممكن تعدلها من هنا. لو أنت ضايف مش عارف إيه هتعدلها من هنا. فأنت أي حاجة بتضيفها بتعدلها من هنا. أنا عن نفسي هدوس دون، أنا مش محتاج أي حاجة دلوقتي. خلينا بقى نخش في المهم، خلينا نخش في اهم حاجه عامه المفروض ان انت هتتعرض لها في السي في بتاعك ده، او ان انت تعمل سي في وكده يعني. عندك اد كونتنت دي هتلاقي فيها حاجات كتير قوي هتتخض وبتاع، بس ما تخافش انا معاك، ما تقلقش، وان شاء الله كل الحاجات دي هتلاقيها صفصفت على ما فيش. السمري ده اللي هو الملخص بتاعك، وهنشوف يعني احنا هنحاول نملى على قد ما نقدر من الحاجات دي النهارده، عشان نحاول ان احنا نلم كل حاجه على قد ما نقدر يعني. الملخص، التعليم بتاعك، الاكسبيرينس او الخبرة بتاعتك، المهارات بتاعتك، اللغات بتاعتك، الشهادات بتاعتك، الاهتمامات بتاعتك، المشاريع اللي اشتغلت عليها، الكورسات اللي اخدتها، الجوائز اللي اخدتها، المنظمات اللي اشتغلت فيها، العلاقات اللي عملتها. كل الحاجات دي المفروض ان احنا هنضيفها. طيب خلينا ناخد البيزك قوي، هناخد السمري. طيب جميل جدا. اول حاجة هنضيف السمري. انا دلوقتي هعمل ايه؟ بكل بساطة انا هروح على لينكد ان بتاعي، انا كده كده عندي سمري هنا. فانا اول حاجة هاخده بس كنترول مع حرف الاي، وكنترول مع حرف الاي ده بيحددهم كلهم، وبعدين كنترول مع حرف السي. ويجي دور الاي اي بقى، انا هروح لشات جي بي تي واقوم كاتب له بالعربي: لخص ليا النبذة عني علشان اضيفها في السي في. حرفيا انا كاتب له كل حاجه بالعربي اهو، تمام. وبعدين هلزق له النبذه اللي انا خدتها من لينكد ان بتاعي، وهعمل له انتر. هياخد وقته عادي، مفيش اي مشكله. هيطلع لي الحاجه دي بالعربي. انا مثلا لو حابب حاجه اصغر من كده وبالانجلش، اول حاجه اكتب له انا عاوز اقصر وبالانجلش، تمام تمام. طيب هيجيب لي حاجه قصيره برضو بالانجلش. طيب انا مش عايز الكلام ده كله، هقول له اقصر. هيفضل يلخصها لحد ما يوصل لحاجة أنا حاببها أو شايف إن هي مناسبة جدًا بالنسبة لي. طيب ده برضه هيكون طويل شوية في الCV، فهنقول له أقصر. هنفضل معاه كده لحد ما يطلع لنا حاجة قصيرة جدًا. أنا شايف إن دي زي الفل، فهاروح هاعمل paste هنا، هيطلع لي حاجة زي كده. لو أنت شايف مناسب تمام، شايف مش مناسب تقدر إن أنت تروح وتعدل فيه، والكلام ده كله متاح معاك يعني. طبعًا هنا زي ما قلنا display summary كأنه بارت اوف هيدنج. البارت اوف هيدنج ده اللي هو يعني جزء من الهيد. لو احنا عملنا كده تحس ان هو بقى جزء من الهيد كده، فاحنا مش عايزين حاجه زي كده. خليه كده يا باشا والدنيا لذيذه يعني. واحنا لو عملنا دون فاحنا ممكن نعدل فيه في اي وقت. طب احنا لو عايزين نشيله، شايف العلامه اللي هي بتاعه العين دي اهي، بس كده هو اختفى. وده هيساعدنا كتير. ليه بقى يا معلم؟ هقول لك. دلوقتي احنا عندنا
نوعين من السي في بتاعنا. اول نوع الا وهو نوع البابليك ده بنبقى حاطين فيه كل حاجه احنا عملناها في الحياه. ممكن السي في البابليك ده يكون 7 و8 و10 و20 صفحه كمان عادي مفيش مشكله. بس لو انا داخل دلوقتي مسابقه او انترنشيب او شغل تبع التكنولوجي وانا عامل حاجه تبع البيئه والريسيرش والكلام ده كله، هل ينفع احطها؟ لا، هتبقى مش مناسبه قوي، هتعمل مساحه على الفاضي. فبكل بساطه هخفيها واخلي الحاجه اللي ليها علاقه بشغلي وبس، واللي هتساعدني ان انا اتاهل او ان انا اروح الانترفيو بتاع الانترنشيب بتاع المسابقه بتاع اي حاجه من الحاجات دي. وكلهم محتاجين سي في. طبعا اهم حاجه بتبرز شغلك هو لينكد ان والسي في بتاعك يعني. وفي حلقه كامله عن لينكد ان وهتبقى طويله جدا، بس دي محتاجه تجهيز كتير، فالله اعلم هتنزل امتى. طيب، يبقى اول سيكشن كده بالنسبه لنا يا معلم دان. خلينا بقى نخش لتاني سيكشنز. في سيكشنز كتير قوي تقدر انت تضيفها، وطبعا بالترتيب يعني. خش شوف المناسب معاك لدول. والله انا هختار 5، حط ال5 مثلا في اي كشكول وخش الشات جي بي تي قول له انا عندي ال5 حاجات دول ايه الاولويه. والله الاولويه بالنسبه لي ان انت تحط ده الاول، خلاص مفيش مشكله، حط ده الاول. تمام. وطبعا الحاجه اللي انت بتاخدها هيشيلها لك، يعني انت مش هتحط نبذه عنك مرتين او سمري عنك مرتين، فبالتالي مثلا هو كانت محطوطه هنا فشلها. المفروض ان هي ده بالترتيب ده لو انت هتحط سي في متكامل. يعني انا شايف ان انت ممكن ما تحطش الكلام ده كله. طيب خلينا في السيرتيفيكيت دلوقتي. انا عايز احط شهاده انا اخدتها في السي في بتاعي. اعمل ايه؟ بكل بساطه هروح برضو اللينكد ان بتاعي اللي هيتعب معانا النهارده كتير، وانزل للسيرتيفيكيشن عندي. انا والله هاخد اول شهاده دي عايز احطها. هاخد اول حاجه انا كاتب نبذه عن الشهاده او ملخص سريع كده عن الشهاده. فانا هخش هنا واحدد الحاجه بتاعتي كلها واروح لشات جي بي تي. اسمع بقى الامر ده عشان مهم. عاوزك تكتب ليا عنوان للشهاده وتلخصها لي في نقطتين. تمام. وبعدين هنقوم حاطين الشهاده بتاعتك، مفيش اي مشكله، واعمل انتر يا باشا. هيطلع لك اسم الشهاده ودي النقطتين. طيب انا شايف ان دي هتبقى كتيره جدا، وانت ممكن ما تكونش شايف ده هنا، بس هنروح هنلاقي دي كتيره. فنعمل ايه؟ بكل بساطه الامر اللي زينا منه شورتر او اقصر. هنلاقي ان هو عملها لي في دي. انا شايف ان دي مناسبه جدا يعني. فهناخد دي كنترول سي ونروح. طبعا انت لازم تعدل وراه، انا كده كده اصلا مش ده السي في بتاعي فانا بحط على طول. تمام. اما انت لازم 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 تعدل وراه. انا شايف ان الاسم ده كبير شويه، ممكن اخد منه حاجه زي كده. ولو انا مش عارف اخد منه حاجه زي كده هقول لك دلوقتي ازاي تعمل حاجه زي كده. انا عندي 2 بوينتس، انا مش هكتب باراجراف، انا هكتب 2 بوينتس. فهعمل كده هلاقيه فعل لي البوينتس بتاعتي. هروح يا باشا اول سطر ده، لو انا عملت كده هيديني اول سطر. وبعدين هروح هلزق الحاجه بتاعتي. طيب هلاقيه كتير قوي. طيب ده ليه يا مروان؟ لو انا رحت هنا هلاقي ان هو المفروض بياخد 3 حاجات جنب بعض. انا مش عايز كده، انا عايز كل شهاده على سطر. هعمل كده. تمام. هتلاقيه خد مساحه السطر كله. طيب لو انا عملت كده هتلاقي 4 شهادات المفروض جنب بعض. فلا، ليه تضايق على نفسك؟ فانت خليها كده افضل حاجه من وجهه نظري الشخصيه. تمام. طيب احنا عندنا بوينت تانية محتاجين ان احنا ناخدها. هنروح برضو كنترول سي وهنروح نحطها يا باشا هنا. طبعا احنا متاكدين ان ده مش البرومت انجينيرنج المظبوط. المفروض ان انت بتكتب له 3 حاجات، اللي هو الدور والمهمه والسياق. الدور اللي هو تصرف كانك كاتب محتوى بخبره تزيد عن 20 سنه مثلا. المهمه اكتب لي عنوان وملخص للشهاده دي. في السياق بتاعها هيكون فورمال علشان انا هتعامل مع شركات والكلام ده كله. وبعد ما اخلص done. تمام. طيب لو انا عايز اضيف، معذرة، لو انا عايز اضيف شهادة تانية اعمل ايه؟ اد انتري عادي، وهتضيف شهادة تانية وتالتة ورابعة وعشرة ومليون. ولو انت مش عايزها هتعمل كده حذف ديليت. تمام. طيب جميل جدا الكلام ده. لو انا عايز اضيف قسم تاني، عندك اقسام كتيرة جدا اهي يا باشا، عيش فيها مفيش اي مشكلة. وطبعا زي ما قلت لك الحاجة اللي احنا بناخدها بيشيلها من هنا. جميل جدا. دلوقتي يا جماعة عايزين بقى نتكلم في بوينت مهمة، الا وهي نحط ايه في السي في او نشتغل على ايه في السي في بتاعنا. الموضوع ده يطول شرحه وفي سلاسل جايه حرفيا هتتكلم عن حاجه زي كده، بس خلينا ناخد البيزك. اول حاجه انت عندك 3 حاجات محتاج ان انت تتعلمهم. اول حاجه السوفت سكيلز، ان انت يكون عندك سوفت سكيلز، بتعرف تتعامل مع ناس، بتعرف ان انت تكون علاقات، بتعرف تقدم عروض تقديميه وبرزنتيشن. ومن وجهه نظري دي اهم حاجه عامه في السوفت سكيلز. ده اول حاجه. تاني حاجه اللغات دي
لو انت مثلا طالب ومش عارف تحدد مجالك، وطبعا يا جماعه لو احنا في الهيدنج طلعنا كده هنلاقي فيه الانفورميشن بتاعتنا. لو انت طالب اكتب هنا ستودنت عادي، مفيش اي مشكله ستودنت. وده يعني في طلاب كتير يقول لك طب انا اكتب ايه، انا لسه ما اشتغلتش. عادي يا صاحبي اكتب ستودنت عادي، ستودنت ات كذا 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 كذا. تمام. طيب ده بالنسبه للهيدنج. انت هتحط ايه في السي في؟ الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كلها. طيب ايه الحاجات اللي المفروض تشتغل عليها؟ اول حاجه قلت لك اللغات، ده اول حاجه المفروض ان انت تشتغل عليها. طيب يا مروان، تاني حاجه السوفت سكيلز بتاعتك. تالت حاجه اتعلم مهاره. ولو انت طالب اتعلم مهارة دلوقتي تفيدك وبعدين تفيدك. يعني مثلا لو انت هتخش علم علوم والمفروض ان انت هتخش في كلية طب مثلا، فانت دلوقتي لو اتعلمت برمجة 90% مش هتفيدك، فتعمل ايه؟ اتعلم مهارة زي اللغات تجيب لك فلوس، تمام، بس الانجليش ده شيء اساسي، انا بكلمك بقى في الحاجة اللي هتجيب لك فلوس. او اتعلم تسويق، ان انت تسوق لنفسك، او سيلز، ودي اكتر حاجه بتكسب عامه، السيلز بقى والمبيعات والكلام ده كله. اتعلم برمجه، اتعلم الحاجات دي كلها، بما انك مثلا لو هتخش علم رياضه وتخش هندسه والكلام اللطيف ده كله. فدي الحاجات اللي انت هتحطها في السي في. وطبعا حافظ على نظام الاي تي اس. ومفيش حاجه اسمها سي في لكل حاجه، كل حاجه وليها السي في بتاعها، كل حاجه وليها الريسم بتاعها المفروض هتقدم بيها. ما ينفعش مثلا ان انا عندي سي في بابليك، المفروض ان السي في يكون صفحه واحده، فما ما تروحليش بسبع صفحات، كده كده مش هتتقبل. تمام. اقصى حاجه ليك، اقصى حاجه صفحتين بس في السي في بتاعك. طب انا خلصت السي في يا مروان وعايز انزله، اعمل داونلود من هنا. تمام. هيعمل لك بريبيرنج اللي هو بيجهز السي في بتاعك، وبعدين هتلاقيه يتحمل هنا، ومفيش اي مشكله في الموضوع، ومش هياخد وقت كمان يعني ان شاء الله. هو 44 كيلو بايت مش حاجه يعني. تمام. طيب وبكده نكون خلصنا النهارده. خلينا الاي اي يعمل لنا الكونتنت بتاع الريسم بتاعتنا كلنا، وعملنا ريسم بطريقه سهله جدا نقدر نعدل فيها، وكل ده بشكل مجاني من الفون والتاب واللاب وكل حاجه، عشان ما تقفش او ما توقفش حياتك، او ما توقفش الحاجه اللي انت هتقدم عليها بناء على الحاجه دي. وطبعا اللينكد ان مليء بالفرص اللي ممكن تفضل كل شويه ان انت تقدم عليها تقدم عليها تقدم عليها. وطبعا الحاجات اللي بتتكتب في السي في هي اللي بتتكتب في لينكد ان، بس لينكد ان بيبقى متعمق اكتر. السي في ممكن يكون مختصر عشان انت بتقدم على حاجه معينه، فبالتالي لينكد ان بيكون فيه كل الحاجه وبيكون فيه كونتنت، فبالتالي لينكد ان متعمق شويه. عشان كده قلت لك ده هو ليه بلاوي تانية لوحده. فما تنساش لو عجبتك المحاضره او السيشن بتاعتنا النهارده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز الجديده بتاعتنا. وما تنساش هدف وترك اثر. كان معكم مروان الخولي، والسلام عليكم.